اليوم في مطبخ نور واصلني هالبوكس المميز من ريو ماري. خلونا نشوف مع بعض إيش المكونات اللي مطرشينها لنا. عندنا أول شيء المكون السري والرئيسي والمهم هو ريو ماري فيلادوليو، تونة محضرة بزيت الزيتون، مغذية ومشبعة، وبيكم تشوفون معاي شلون كل قطعة بقطعتها. نبدأ بتحضير الوصفة مع بعض. راح نسوي ساندويتشز باستخدام أول شيء زيت الزيتون، وحطينا عليه البصل، وبعدين الطماط ورشة من البقدونس، وبعدها نحمره مع بعض، وعقبها نضيف عليه قطع التونة من ريو ماري فيلادوليو. تشوفون شلون كل قطعة بارزة بقطعتها، ونضيف عليها البهارات ورشة الملح، ونحرك الخليط مع بعض. وبعدين راح أحضر الصلصة مايونيز، وبعدين أضيف عليه الماستر ديجون، وبعدها شوية من الثوم، وبعدين راح نحط الشبت المفروم يعطينا نكهة وطعم حلو الخلطة، ولا ننسى عصرة الليمون. نحرك الصوص مع بعض. الخلطة عندنا صارت جاهزة. نبدأ بتحضير سندويشات التونة. نحط شوية من الصوص اللي حضرناه، وبعدين نحط شوية من الخس المفروم، وبعدها نحط شرايح مخلل الخيار، راح تعطي طعم جدا لذيذ. وأهم شيء عندنا خلطة التونة من ريو ماري فيلادوليو، نحشي فيها ساندويتشز التونة، وبكذي صارت عندنا جاهزة. وجبة حلوة وخفيفة ومغذية، تصلح حق الفطور وتصلح حق السحور، غنية بالبروتين في نفس الوقت مشبعة، والأهم من كذي كله أنها سهلة وفي نفس الوقت لذيذة. جربوها وقولوا لي رأيكم.